السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. والنهارده راجعين بفيديو جديد. والنهارده بقى من الاكلات الشتوية الجميلة اللي انا بعشقها طبعا. تعالوا يلا بقى نشوفوا النهارده الوصفة بتاعتنا. ما تنسوش تدعموني على صفحة أميرة مجدي. بحبكم في الله. مية هنا وهسلق اللحمة. ننزل بالورق اللوري والريم اللي هو بيظهر على الوش كده بقى، ده نشيله مخلوش يسقط منك على الشوربة. هنا بقى معايا جزرايه وبطاطسايه صغيره، ومعايا بصلايه وجزرايه وبطاطسايه. انا بقى هديت النار وهنزل بالخضار. اول حاجه كده اجيب السبانخ تبقى حلوه كده اهوت وطازه وخضره. بالشكل ده كده، لو فيها حاجه كده بايظه نرميها. بعد كده بقى نخرطها بالشكل ده كده ونحط عليها ميه. نولع النار وفيها بصلايه متوسطه، وهنزل بالماده الدهنيه، هنزل بالسمنه. هنا بعد ما شوحت البصل هنزل باللحمه. هنا اللحمه بقى معايا نص ساعه، هنشوحها كده في قلب البصله. هنزل بعصير الطماطم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنظبط بقى الملح والفلفل. هنقلب بقى كده اهو ونسيبه بقى ايه، الطماطم تتسبك. هنوطي بقى على الاكل ونسيبه يتسبك، والشوربه اللحمه تستوى والشوربه تستوى. بقى غسلت السبانخ وغسلتها كتير قوي، غسلتها مره واتنين وتلاته عشان كل ما بتغسليها بتنزل طينه. انا غسلتها ورق زي ما هي وقطعتها وغسلتها في الميه تاني. انتي تشوفيها كده تقولي عليها كتير، بس هي مش كتير. هي لما بتنزل في التسبيكه طبعا كل ده بتبقى حبه صغيرين. انتي كده وهي كده ورق اخضر بتهيألك اللي هي كتير. اول ما بتنزلي في التسبيكه طبعا كل الكلام ده بيقل. هننزل بقى كده حبه حبه ونقلب بقى، كل ما تهبط ننزل بحبه كمان بالشكل ده كده. وانا زودت شوربه هغطي بقى عليها واسيبها لحد بقى الاكل ما يستوي ويتسبك معايا. معايا حزمه كزبره وحطيت عليها 5 فصوص توم، هضربهم في الكبه. هضربه بقى في الكبه وارجع لكم اقول لكم بقى هنعمل ايه تاني. معلقه بقى سمنه كبيره، معلقه سمنه كبيره بقى، وهنزل بالكزبره والثوم. هنقلب بقى الطشه التقليه بتاعت السبانخ. شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله. ولا الريحه مش قادره اقول لكم الريحه عامله ازاي. قولوا لي بقى مين بيعملها بالطريقه بتاعتي دي. معايا بقى حبه رز كده صغيرين مغسولين. هنقلب بقى كده بقى. معايا التقليه اتحمرت، التوم بالكزبره اتحمروا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقلب بقى كده. بسم الله ما شاء الله. ولا الريحه مش قادره اقول لكم بقى ريحتها عامله ازاي. بسم الله ما شاء الله. نعمل بقى شويه كده مكرونه لسان عصفور للشوربه، خلي الشوربه تحفه. طبعا احنا متفقين ان الشوربه بتاعت لسان عصفور احنا بنغمق المكرونايه، خلاش فاتحه، عشان لو سبتيها فاتحه بتعجن وبتشرب الشوربه. تبقى بالشكل ده كده. هنزل عليها بميه. بسم الله الرحمن الرحيم. نزلت بنص كوبايه ميه. بعد كده هكمل الشوربه، ودي تركايه ما تخليش المكرونه تشرب منك الشوربه. بعد كده بقى هنزل المكرونه على الشوربه بالشكل ده كده. هنوارب بقى الغطا، مش هنقفل عليها، هنوارب الغطا كده اهوت بالشكل ده كده اهو. خلاص الشوربه معايا استوت اهي. المكرونه هنطفي عليها نص سوا، مش سوا كامل، بالشكل ده كده اهو. وهتكمل سواها في الشوربه، لكن لو طفيتي عليها سوا كامل هتعجن منك. شكل السبانخ والشوربه انا حطيت لها جزر وبطاطس
بسم الله ما شاء الله، وريحه الاكل تحفه. وعملت جنبها رز ابيض طعمها تحفه. كده يبقى وصلنا لاخر الفيديو. ان عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني على صفحه اميره مجدي. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.